أي تصميم من غير كتابة غالبا التصميم ده هيبقى ناقص، طبعا لو ما كانش التصميم ده معبر بما فيه الكفاية. وعشان كده النهاردة هنتكلم عن واحدة فعليا من أهم الأدوات اللي لازم تعرفها في الفوتوشوب، وهي أداة التكست تول. هقولك إزاي تستخدمها وإيه هي أهم الحاجات اللي لازم تعرفها عنها عشان تقدر تعمل كتابة احترافية وتتحكم فيها زي ما أنت عايز. ولو عايز تعرف التركاية كمل الفيديو معايا. السلام عليكم، ازيكم وعاملين ايه؟ ويا رب دايما تكونوا بخير. تعالى يلا بينا بقى نشوف الأداة دي بتعمل ايه. أول حاجة لازم نعرفها عن الأداة واللي هي اختصارها. لو دوسنا حرف التي من الكيبورد، بص كده هو نزل على حرف التي اللي هو في الأداة دي. لو دوسنا كليك يمين واللي هي هوريزونتال تايب تول، طيب هنضغط عليها كده بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا ونضغط على أي مكان أنت عايز تحط فيه التكست بتاعك. زي ما أنت شايف كده ظهر مربع وعليها علامة التي أو حرف التي. بعد كده هنضغط كده في المكان ده. بعد كده ممكن نكتب الكلمة اللي احنا عايزينها كده، ولنفترض ان انا هكتب مثلا سوشيال ميديا زي ما احنا شايفين كده. هاجي هنا وادوس على أداة الموف تول بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب وليكن مثلا ان انا الكلمة دي عايزها مثلا في النص هنا بالظبط. طيب ادوس كنترول A من الكيبورد عشان يحدد مساحة العمل اللي انا شغال عليها زي ما انت شايف كده. بعد كده زي ما احنا عارفين انا ممكن اضغط هنا، ممكن اضغط هنا، ممكن اضغط في اي حتة انا عايز فيها اللاين بتاعي او التكست بتاعي يبقى موجود فيها. انا مثلا عايزها في النص بالظبط كده، بقت في النص. ادوس كنترول دي عشان اشيل السلكت، وعلشان اطلع الكلمة بتاعتي برضو تبقى في النص لفوق ادوس كنترول شيفت وابدا اضغط واطلع بالماوس كده لفوق. كده انا مخليها في النص الحتة دي كده بالظبط، انا ماشي على لاين واحد. طيب ارجع تاني ادوس حرف التي من الكيبورد. لو جيت بصيت فوق هنا هتلاقي المنيو بار بتاع الاداة نفسها، كل حاجة فوق هنا، وليكن مثلا ده نوع الخط اللي هو اسمه امباكت. ولو جيت بصيت هنا هتلاقي المفروض لو هو ليه العيلة بتاعته او الاحجام بتاعته هتلاقي الراجلر والبولد وهكذا. طيب هنا لو جيت بصيت هتلاقي الحجم، يعني انا لو عايز ازود الحجم بتاعي ابدا اضغط كده وهيكبر معايا. ادوس كنترول زد وارجع تاني. هنا نوعية الفونت نفسه لو عايزها نون او شارب او هكذا انت تخليها على شارب زي ما هي. طيب ده كده مفهوم سريع عن الاداة نفسها. لو جينا هنا ودوسنا هنا مرتين وخدنا الكلمة دي كنترول سي عشان ناخدها كوبي معانا. واهم حاجة انت لازم تعرفها في موضوع الفوتوشوب كله في كل الادوات هي الاختصارات، علشان تبقى ايدك الشمال شغالة وايدك اليمين على الماوس وايدك الشمال على الكيبورد. طيب هنيجي هنا نشوف الاداة الفرعية دي. هندوس كليك يمين ونختار منها فيرتيكال تايب تول. لو ضغطت عليها كده بالشكل ده، بص كده حرف الاي او حرف التي ده اللي كان مظبوط لفوق دلوقتي بقى موجه بالطول. لو جيت ضغطت كده بالشكل ده، بص بدأ يكتب لي ايه؟ الحروف بدأت تنزل تحت بعضها. يعني لو جيت دوست كنترول في عشان اكتب سوشيال ميديا، بص كده اللي حصل، ودوست انتر كتب لي الكلمة بقت بالطول. طيب احنا هنا هنرفعها كده تبقى بالجنب ده كده بالشكل ده كده. تعال نشوف الأداة الفرعية التانية بتعمل ايه. لو دوست كليك يمين هنا ونزلت على فيرتيكال تايب ماسك تول بالشكل ده، هنا مختلفة شوية. ليه بقى؟ تعال اقول لك ليه. لو ضغطت كده بالماوس، بص كده اللي حصل معايا، ظهر لي نفس الفكرة ونفس كل حاجة. هدوس كنترول في عشان اخليها سوشيال ميديا. لو جيت بقى ضغطت انتر، بص كده معايا اللي هيحصل. حصل هنا سيلكت او تحديد مش الكتابة نفسها. طيب وعشان اظهر الكتابة هنا اعمل ايه؟ اجي من هنا واضغط كده واطلع على اول واحدة فوق واختار منها سوليد كولر، وبعد كده اختار اللون اللي انا عايزه. بعد كده اخترت اللون ده مثلا، بعد كده دوس هنا اوكي. لو دوست كده رجعت تاني وحركتها كده بالشكل ده وجيت مثلا وقفت هنا. طيب كلام جميل وزي الفل. ايه لازمته بقى السلكت او التحديد ده؟ لو جيت ضغطت على هنا على السوليد كولر تقدر تتحكم في اللون زي ما انت عايز بسرعة جدا، ده الهدف منه. طيب هندوس هنا كنسل. بعد كده هنيجي هنا على الأداة الفرعية التانية واللي هي اللي بعد كده هوريزونتال تايب ماسك تول. لو ضغطت عليها كده بالشكل ده ورحت دايس هنا في المكان ده وبرضه دوست كنترول في عشان اكتب سوشيال ميديا، بص كده برضه عمل نفس الفكرة بس هنا هوريزونتال. طيب لو جيت هنا برضه وقلت سوليد كولر واخترت مثلا نفس اللون ده
بعد كده دوس اوكي. بعد كده اجيب اداة الموف تول وابدأ اجيبها هنا كده في النص بالشكل ده كده، وانزل تحت كده بالشكل ده. طيب لو لاحظت ان هي دي اداة التكست، اداة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة الا انك تكتب اللي انت عايزه وبس. طيب هل فيها بقى مهارات؟ هي فيها مهارات كتيرة جدا جدا جدا، والنهاردة هنتكلم عن مهارات عكس توقعاتك تماما. والمهارات دي هي دي اللي هتميزك عن غيرك، وهي ازاي تضيف التكست جوه الشغل بتاعك. طيب تعالى كده شوف الموضوع هيمشي بينا ازاي. هنيجي هنا ونضغط على الأداة تاني وندوس على horizontal type اللي هو التكست طبيعي اللي احنا بنستخدمه. طيب هنيجي هنا نضغط كده بالشكل ده، بعد كده ندوس Alt Shift علشان نحول اللغة من انجليش لعربي. هنكتب هنا مثلا سوشيال، ولو عايز تضيف كشيدة من بعد ليه مثلا هتدوس شيفت وحرف التاء، حرف الت يعني هتدوس مثلا 3 مرات كده. بعد كده ندوس ألف لام، بعد كده ميديا وندوس برضو اللي هي الكشيدة شيفت حرف التاء او شيفت حرف الجي، وبعد كده تدوس ألف كده بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا ندوس انتر ونجيب الكلمة بتاعتنا بالشكل ده كده زي ما انت شايف كده. طيب احنا كتبناها بالعربي، وطبعا اهم حاجة في الفونت لازم تكون عارفها وهي ادارة الفونت. يعني انت مثلا ما ينفعش تضيف كل الفونتات اللي تقابلك على الفوتوشوب، وده طبعا عشان بيعمل لود تقيل جدا على الجهاز بتاعك، لان الفونتات بتبقى كتير، وما تيجي تحملها على بارتيشن اللي هو اللي فيه الويندوز السي او ايا يكن هو بارتيشن ايه، بيكون لود كبير جدا عليه. الحل هنا في ايه؟ الحل اللي انا بضيف البرنامج ده اللي هو فونت اكسبرت، ده اسم البرنامج. البرنامج ده جميل جدا جدا جدا، بنشتغل عليه هو كبرنامج ادارة خطوط على برامج ادوبي كلها. طيب انا مثلا عندي هو طبعا الفونتات دي كلها عندي على الكمبيوتر، بس مش عندي على السي، انا ما عنديش غير هو بارتيشن واحد اللي هو السي. انا شارح لك كل حاجه في البرنامج، هسيبه لك في الاي اللي فوق دي او دي على حسب بقى الاتجاهات. طيب انا في البرنامج ده بستخدمه ازاي؟ انا مثلا ببقى عايز كلمات انا مش ضايف الخطوط دي على الفوتوشوب، فبعمل ايه؟ هي متضافه على الكمبيوتر زي ما احنا عارفين، والشرح كله انا شرحه زي ما سبت لك اللينك كده. انا مثلا عايز اللي هو الخط ده، هاجي اقف على الخط ده كده، بعد كده ادوس على العلامه الصفراء واللي هي الاكتيفيشن بتاعه، لو ضغطت عليها كده بالشكل ده، بعد كده نزلت تحت كده وجيت هنا وكتبت اسم الفونت اللي انا اشتغلت بيه او اللي انا سطبته، ظهر قدامي اهو. انا هضغط عليه كده بالشكل ده، الفونت ظهر معايا والدنيا كده تمام. طيب اعدادات بقى بتاعت اي خط انت هتستخدمه، هتيجي من هنا على ويندو، بعد كده هتيجي هنا على حاجة اسمها بروبرتيز اللي هي فين؟ اللي هي هنا بالشكل ده. لو ضغطت عليها هي دي اعدادات الخط بتاعك، سواء قلنا في المنيو بار الادوات اللي كانت فوق معانا في التكست، لو دوسنا حرف التي تظهر معانا في المنيو بار كده، بس احنا بنشوف ان ده اشمل حاجة للخطوط. هنا بيقول لك اسم الخط، هنا بيقول لك حجم الخط، وطبعا دي المسافة اللي بتحسب لو انت كاتب باراجراف ورا بعضه، وزي ما احنا هنشوف بعد كده. طيب لو جيت حددت انا مثلا الكلمة دي كده، انا عايز اشيل كل الخطوط دي الاول زي ما انا واقف على الكلمة دي، ومثلا عايز ابعد المسافة او اقرب المسافة. بص كده انا كده ببعد المسافات اللي هي ما بين الحروف وبعضها، عايز ابعدها كده كده ببعدها قوي. طب عايز اقربها قوي، اجي ادوس واضغط كده طول ما انت ماشي. وهنا برضو لو ضغطت هنا هتلاقي كل الارقام اللي تقدر تشتغل عليها في البعد او في المسافة بتاعتك. لو دوست هنا 0 بترجع تاني زي ما هي او الطبيعي بتاعها. هنا لو فتحنا هنا هنلاقي اهم حاجتين واللي هي ماتريكس واوبتيكال. بص كده الفرق، اوبتيكال بتخليها مضمومة شوية ومفيش مسافات، يعني لو عندك حروف متقطعة ممكن تضغط اوبتيكال او ماتريكس على حسب نوعية الخط اللي عندك. احنا هنسيبها زي ما هي ماتريكس. لو نزلنا تحت كده هنلاقي باراجراف، وكل ده هنعرفه مع بعض. طيب احنا هنا خلصنا موضوع الكتابة، عرفنا شوية تفاصيل عنها. تعال بقى نخش على مهارات الكتابة، ازاي بقى تكتب بخط حلو. تعال نظهر كل الكلام اللي احنا عاملينه ده، الموضوع بسيط وسهل ومفهوش اي حاجة. اول حاجة زي ما انت شايف كده معانا الصورة اللي قدامك دي، عايزين نكتب كلمة بستايل مناسب
للشكل اللي احنا شايفينه، لان زي ما احنا بنشوف او زي ما احنا عارفين ان الكتابة هي جزء من التصميم، وعشان تنفذ الجزء بتاعها لازم تقرا المشهد بتاعك صح. هندوس حرف التي من الكيبورد، بعد كده وليكن نكتب اي كلمة وليكن ارو بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا ندوس انتر، بعد كده ندوس كنترول تي. ليه بقى كنترول تي؟ علشان احنا هنكبر التكست بتاعنا، يعني هندوس هنا الت شيفت ونبدأ نكبره زي ما انت شايف كده، ونبدأ نظبط التكست بتاعنا على حسب زي ما احنا شايفين المشهد طالع ازاي. يعني هندوس الت شيفت ونبدأ نكبر الجزء ده كده، ونيجي هنا وندوس شيفت بس ونكبر عشان نحرك الجزء ده ونكبر بالشكل ده كده. بعد كده لو هنطلع فوق سنة كده، بعد كده هنيجي هنا وندوس انتر. بعد كده هنيجي هنا بقى ونشيل التكست بتاعنا خالص، ونقف على الباك جراوند بتاعتنا ونجيب هنا اداة السليكشن وزي ما احنا خدناها قبل كده، ونحدد العصفورة دي او الطائر ده ونحدده كده بالشكل ده. بعد كده ندوس كنترول جي علشان نكرره مرة كمان. بعد كده نظهر التكست بتاعنا، بعد كده نطلع العصفور بتاعنا ده ايه فوق التكست. طيب هنرجع بقى نشوف نظبط التكست على اللون بتاع الخلفية اللي احنا شايفينها. يعني هنقف على التكست كده، بعد كده نيجي من هنا ونختار color، بعد كده تختار اي لون انت عايزه. انا وليكن مثلا عايزه يبقى فاتح بالشكل ده كده، اللون ده كده شايفه مناسب. بعد كده اجي هنا وادوس اوكي. احنا كده هنا بقى عملنا ايه؟ احنا خلينا العصفورة دي او الطائر ده قدام التكست والتكست بقى وراه. وعشان نزود الموضوع حتة كده احترافية شياكة لذيذة، هنعمل ايه؟ هنيجي هنا ونقف على اللاير اللي احنا خدنا منه الكوبي، اللي هو اللاير بتاع العصفور ده، ونيجي هنا ونضغط عليه مرتين. هيظهر لك اللاير ستايل بالشكل اللي انت شايفه ده كده. بص كده معايا في الحتة دي بقى وركز. احنا بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل شادو بتاع العصفور ده على التكست. فهنيجي هنا ندوس دروب شادو، وزي ما انت عارف بقى او زي ما انت شايف دي اعدادات بتبقى بسيطة وسهلة تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. انا هبدأ اظبطها معاك من الاول، وليكن ان كل الاعدادات دي مش مظبوطة. انا مثلا عايز ده كده ازود الحتة دي، وعيني دايما على الشادو اللي معمول ده، عيني ما بتفرقهوش. فاجي كده وادوس واظبط الاعدادات بتاعتي، مثلا وليكن نقللها هنا سنة كده، ونيجي هنا نظبط ده برضو نكبره شوية نصغرها سنة. بعد كده اجي من هنا وادوس اوكي. بس احنا عايزين نظبط الشادو احسن من كده، هنضغط مرتين على الدروب شادو، بعد كده نقلل السايز كده شوية صغيرة اللي هو الحجم بتاع الشادو. بعد كده اجي هنا وادوس اوكي. بس هنا بقى تواجهنا مشكلة، واللي هي ان احنا عايزين الشادو على التكست بس مش على الخلفية زي ما انت شايف كده. هنيجي هنا علشان نفصل الدروب شادو او الشادو اللي احنا عملناه عن اللاير اللي فوق. هنعمل ايه؟ هندوس كليك يمين ونختار كرييت لاير زي ما انت شايف كده. نزل الشادو بقى لوحده في لاير لوحده، يعني لو دوست كده الشادو بقى لوحده. هاجي من هنا واعمل ماسك وادوس حرف البي من الكيبورد عشان اجيب الفرشة واختار الفرشة واللي هي السوفت. بعد كده اجي امسح بالشكل ده كده لحد ما اوصل للنتيجة دي كده. كده انا بقى معايا الشادو على الكتابة نفسها. تعالى كده بص معايا قبل وكده بعد. كده احنا تمام، كده احنا تمام قوي وظابطين الكلام خالص. هنيجي بقى ونقف على التكست تاني، عايزين نعمل برضو حركة يعني شياكة كده زي ما بيقولوا. تعال ندوس كنترول جي عشان نكرر التكست تاني. طب ليه هنعمل ايه هنا؟ تعالوا نشوف. هنطلع فوق هنا بالتكست فوق خالص كده، التكست بقى اول واحد فوق وهو تاني واحد بعد الخلفية في الباك جراوند. هنيجي هنا على فيل وندوس على الاوباستي بتاعها ونخففه على الاخر بالشكل ده كده. التكست بتاعنا اللي فوق ده مش ظاهر منه من الفيل اي حاجة، او مش ظاهر منه كداخليا اي حاجة. طيب بعد كده هنيجي هنا نضغط عليها مرتين. بص كده معايا وركز اللي هنعمله دلوقتي. هنيجي هنا على الستروك، لو ضغطنا عليها كده بالشكل ده بص اتضاف لنا ايه؟ ضاف لنا خط بالشكل ده. تعالى كده نشوف بص اللي هيحصل. بص الستروك ده. طب لو شلنا الستروك تعالى نحطه تاني، بص زي ما يكون حاوط العصفور بالستروك وظاهر برضو على التكست. دي حركة من الحركات والمهارات اللي لازم تعرفها في
موضوع اللي هو الكتابة. هنيجي نضغط هنا وناخد نفس اللون بتاع التكست، بعد كده ندوس اوكي. هنا بقى تقدر تتحكم عايزه كبير ولا صغير ولا في اي حاجة. انا وليكن مثلا هنا عايز اخليه على 3 هيبقى مناسب قوي، وطبعا مخلي البوزيشن بتاعه اوتسايد. هنا ممكن اعملها انسايد وممكن اوتسايد وممكن سنتر اللي هو في النص، بس احنا بنخليها اوتسايد عادي جدا. بعد كده اجي هنا وادوس اوكي. تعالى كده ندوس كنترول 0 ونبص على الصورة بتاعتنا. بص كده الشكل بقى عامل ازاي. اعتقد ان دي مهارة انت لازم تضيفها لنفسك ولازم تعرفها، بس اهم حاجة ارجوك انت لازم تمارس ورايا. انا هسيب لك كل اللينكات الصور اللي انا اشتغلت بيها دي، هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. طيب تعال نشوف الصورة اللي قدامك دي نقدر نضيف ايه ليها واللي لازم نعرفه عنها. اول حاجة هندوس حرف التيم زي ما احنا عارفين اختصار التكست. بعد كده احنا هنا مش هنكتب كلمة زي الاول لما بنيجي نضغط كده، لا احنا هنعمل ايه؟ هنعمل باراجراف اللي هو جمل كتير وندخلها جوه مربع واحد. تعالى كده نحدد المربع ده ازاي، او المستطيل ده او الشكل ده. هنيجي هنا ونشد كده مستطيل بالشكل ده كله وانا لسه على اداة التكست. بص كده معايا انا كده لحد هنا كده مثلا. بعد كده مثلا عشان انا معيش جمل اكتبها فهضطر اضيف جمل بالشكل ده. تعال ننزل تحت كده بس كده. هنا بقى انت عندك المستطيل او البراجراف ده تقدر تتحكم فيه على حسب انت عايزه للصورة بتاعتك او الاضافة بتاعتك اللي انت عايز تعملها. يعني اقدر من هنا اشده واوسعه كده، اقدر اطلعه فوق واكبر التكست كده. من اي زاوية انت تقدر تتحكم في التكست بتاعك. وطبعا زي ما احنا عارفين خلاص ان احنا هنجيب البروبرتيز. هنا بقى اللعب كله في البراجراف. يعني ايه؟ لو انا نزلت تحت كده بالشكل ده، بص هتلاقي كلمة ايه؟ باراجراف. الكلمة دي هو اللعب كله هنا في التكست. طيب انا مثلا عايزه يبقى على الشمال زي اكنه اللي هو ايه بدايته الشمال، ويبدأ الكلام كل كلمة هو يعرفها تبقى ايه لوحدها، يعني ما يقدرش يكسر الكلمات. بص كده معايا اللي حصل. طيب لو انا عايزه في النص، بص كده الشكل بتاعه اللي حصل بقى بالشكل ده. بس الفكرة هنا ان احنا ما بنعتمدش على الشكل ده في معظم الحاجات او معظم الصور. ليه؟ عشان احنا بنحب دايما نخلي كل الحروف او الكلام يبقى كله كده ايه نازل خط واحد، يبقى المستطيل او المربع اللي انا عامله يبقى متساوي. بس الاول قبل ما نعمل الخطوة دي هنشوف الخطوة بعدها. لو انا بكتب من اليمين للشمال في العربي هيجي ناحية اليمين للشمال زي ما انت شايف كده. هاجي هنا بقى وهو ده الموضوع الكبير في البراجراف. لو دوست على دي كده بص معايا في التكست ايه اللي هيحصل. كل الكلام بقى متساوي ازاي بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني شايف الكلام كله نازل على خط واحد ازاي، كل حرف نازل على اللي وراه في نفس الخط في نفس كل حاجة. لو دوست على دي كل حاجة مظبوطة في المقاسات وكل حاجة، بس الجملتين الأخر بقت هي اللي في النص. طيب لو دوست على اليمين، لو أنا بكتب بقى بالعربي هدوس على دي علشان ينظم لي التكست كله من اليمين للشمال. طيب لو أنا بقى عايز كل ده يبقى مفيش الجزء اللي هو اللي تحت ده اللي هم الكلمتين دول، شايفهم؟ طيب هاجي أحددهم كلهم كنترول A، بعد كده أجي أضغط على دي. بص كده عمل لي ايه؟ خلى الكلمة دي في الاول، الكلمة دي في النص، الكلمة دي في ناحية اليمين. وده طبعا بيبقى مشكلة وغلط جدا انك تستخدم الطريقة دي، لان اصلا الكلام بيبقى زيادة فهو هيوديه فين؟ فراح موزع لك اخر 3 كلمات على السطر كله بحيث ان هو يبقى نازل وزن واحد. طيب لو انا عايز كله بقى يبقى خطوط كلها قد بعض متساوية والثلاث كلمات دول يبقوا معاهم، هاجي من هنا واوسع ده شويه صغيره كده بالشكل ده بس كده. بعد كده اجي ادوس انتر. بص كده معايا شكل الباراجراف بقى عامل ازاي، متساوي ما فيهوش اي حاجه، ما فيهوش ولا كلمه طالعه بره ولا كلمه طالعه جوه. لو جيت لاحظت هنا هتلاقي الكتابه باللغه الانجليزيه. طيب لو انت شايف بقى وراجل بقى بتحب التفاصيل، في نقطه هنا، النقطه دي المفروض لو انا دوست كنترول 0 كده النقطة دي المفروض تبقى في الاخر هنا. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة كده اللي احنا كاتبين الانجليزي بالعربي بالطريقة العربية اللي هي بتاعت الشرق الاوسط. طيب نعمل ايه؟ لو نزلت كده بالسكرول كده بالشكل ده هتلاقي كلمة اسمها ميدل ايست فيوتشرز بالشكل ده. لو جيت ضغطت على العلامة دي او اللاين ده
بص كده معايا اللي هو left to right، من الشمال لليمين، لان ده انجليزي. هو معمول هنا بالعكس اللي هو بالعربي. لو جيت ضغطت على دي كده بالشكل ده، بص اللي يحصل كده، بقت الكتابة انجليزية 100%. تعالى كده نطلع فوق تاني ونشوف نقدر نعمل ايه في الباراجراف اللي احنا كاتبينه ده. هتلاقي حاجة هنا اسمها تايب اوبشنز. طيب دي بنستخدمها في ايه؟ دي شايف الحروف او الكلمات اللي قدامك دي، في منها الكلمات هنا اول حرف بيبقى كابيتال وبقية الحرف سمول. يعني مثلا من البداية خالص اول حرف كابيتال والجملة بتكمل سمول عادي. طب ولنفترض ان انا عايزها كلها تبقى كابيتال، اعمل ايه؟ هاجي هنا وادوس على حرف التي تي ده. لو دوست عليها كده بص في كلمة تحتها اسمها all caps. لو دوست عليها كده بالشكل ده بص كده اللي حصل معايا. لو دوست كنترول 0 اشوفها، خلى كل الكلمة حروف كابيتال. ابدأ هنا بقى اجرب ايه هو الحاجات دي كلها. يعني لو ضغطت هنا هيعمل خط تحت كل سطر، لو ضغطت هنا هيعمل خط في نص كل سطر. ودي طبعا بنستخدمها لما بنيجي نعمل عروض او اي حاجه من زي كده، فبنستخدم كل الحاجات دي اللي انت شايفها دي. وتبدا تجرب في التايب اوبشنز انت عايز تعمل ايه وعايز الباراجراف بتاعك يبقى عامل ازاي. ده كده نوعيه من اول نوعيات الباراجراف، ازاي تنظمه وازاي كل حاجه تبقى فاهمها في التكست بتاعك. هندوس ديليت ونشيل الباراجراف بتاعنا بالشكل ده، لان في حاجات كتير تقدر تستخدمها في باراجراف. والنوعيه الثانيه اللي احنا هنشوفها دلوقتي واللي هو ندوس كليك يمين هنا على اداه الريكتانجل. تخيل بقى احنا هنعمل تكست من ريكتانجل. لو جيت نزلت تحت هنا هتلاقي كاستم شيب تول. لو ضغطت عليها كده بالشكل ده وجيت طلعت فوق هنا هتلاقي كل الاشكال اللي قدامك دي. بص كده الاشكال عامله ازاي، اشكال حيوانات، اشكال شجر، اشكال اللي انت عايزه كله. مثلا انا جيت اختار الشكل بتاع الشجره دي، فانا جيت اروح اجي هنا من الاول وهرسم الشكل بتاع الشجرة. وعلشان الشجرة دي ما تلعبش معايا بالشكل ده وتطلع السيمتري بتاعتها بايظة، ادوس شيفت وابدأ ازود فيها بالشكل ده كده. هي كده بقت معايا شجرة بالشكل ده. ابدأ احدد او اوقفها مظبوط. هي كده بقت معايا كشجرة كرسمة. طيب الحل هنا ايه؟ ادوس حرف اليو عشان ارجع تاني للشيب بتاعتي، واجي من هنا على الفل بتاعها واخليه نون. انا مش عايز لون فيها. ليه؟ لان انا هحط تكست فيها. طيب تعالى نشوف. هاجي هنا نضغط في اي مكان، بعد كده ادوس حرف التي او اجيب الاداة بتاعتي اللي هي التكست. وبص كده معايا التكست بره الكتابة او بره الشجرة عامل ازاي. هتلاقي التكست جوه مربع، انما لو دخلت جوه الشجرة او جوه الرسمة بتاعت الشجرة هلاقي التكست جوه دايرة. طيب اضغط عليه كده بص بدأ يكتب لي. مثلا دوس هنا كنترول في زي ما احنا كنا عاملين، وابدأ ادوس كنترول ايه كده علشان اظبط كل السيمترية بتاعت الباراجراف. ممكن اجي هنا مثلا وادوس على الاوبشن ده، وممكن اطلع فوق كده مثلا واصغر الحجم بتاع الخط بتاعي. يعني مثلا انا شايف ان كل لما هيصغر على الشجرة هيبقى شكله حلو. ادوس كنترول سي، بعد كده كنترول في بالشكل ده كده. بعد كده اجي هنا وادوس انتر. بص كده معايا الشكل بتاع التكست خد الشكل بتاع اللي هو الشجرة. يعني شكل التكست بقى شكل الشجرة كده. انا بقى معايا التكست لوحده والشجرة لوحدها او الشيب بتاع الشجرة لوحدها. هاجي احددهم الاتنين كده وادوس ديليت. طبعا بما ان احنا فهمنا الخطوة دي، لو جيت دوست ورجعت تاني للشيب او رجعت تاني للكاستم شيب ده وجيت اخترت من هنا اي شكل انا عايزه، هقدر اعمل بيه الرسمة بتاعت الفونت يبقى على نفس شكل الشيب ده كده على اي حاجة انا عايز انفذها في باراجراف. طيب كده احنا فهمنا الخطوة دي. طيب تعالى بقى نبص على الصورة دي ونقدر نضيف لها ازاي تكست بشكل حلو يليق بيها. اول حاجة طبعا زي ما احنا قلنا انك لازم تفهم الصورة. طيب هنا البطل بتاعنا اللي هي الكورة الشكل الجميل اللي قدامك ده، احنا بقى عايزين نعمل تكست بشكل دائري على الشكل الكورة ده. هنعمل ايه؟ هنيجي من هنا ندوس كليك يمين ونختار اللي هو إليبس تول. ده كله احنا لسه ما جيناش ناحية أداة التكست لأن احنا هنكتب جواه.
صح. المرة دي بقى هقول لك غلط. طيب احنا هنعمل ايه؟ تعالى كده نرسم الشيب الاول. ادوس شيفت وانا بشد بالشكل ده. عايز احرك الشكل ده معايا عشان اظبطه على الدايرة بالظبط، ادوس مسطرة وابدأ احركه او السبيس. طيب وابدأ احركه زي ما انت شايف كده لحد ما اشوف نقطة مظبوطة. بعد كده اشيل ايدي بالشكل ده. هاجي من هنا على فيل واختار منها ايه؟ نن. انا مش عايز حاجه جوه الفيل. لو جيت بقى شفت التكست بتاعي او ضغطت عليه بالشكل ده وجينا هنا، طبعا انا لو ضغطت هنا هرسم جوه الدايره، بس مش ده المطلوب في الرسمه دي. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنرسم على حروف الدايره عشان الكلمه تبان ان هي مدوره. طيب هنيجي هنا، بص كده معايا، لو طلعنا فوق كده بص اللي حصل من هنا، بقت الدايره او الشيب بتاعي مدور. طيب لو طلعت بره التكست بتاعي بقى في علامه مربع. طيب لو جينا وقفنا بقى على الخط الازرق ده اللي هيحصل، اقدر ارسم عليه ظهر علامه كده زي ايه؟ زي التمويج بتاع البحر. لو ضغطت كده على الكلمه بص كده معايا اللي حصل، كتب لي الكلمه زي ما انت شايف كده. ادوس انتر كده الكلمة بقت بشكل دائري. عايزين بقى نصغر التكست ده نقفله على الدايرة بالظبط. هنيجي ندوس كنترول تي، بعد كده ندوس الت شيفت ونبدأ نصغر بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا وندوس انتر. بص كده معايا احنا كده صغرنا التكست بالشكل بتاعنا. طيب الحل بقى هنا نعمل ايه؟ عايزين نصغره سنة كمان عشان يبان ان وراها اكتر من كده. هنصغره كمان، بعد كده ندوس انتر. بعد كده هنيجي هنا نعمل ماسك للتكست بتاعنا وندوس حرف البي اللي هي الفرشة بتاعتنا من الكيبورد، ونبدأ نيجي من هنا ونمسح كده ايه؟ سنة صغيرة الحواف بتاعت اللي هو التكست. وطبعا انت تاخد وقتك في الحاجات دي. يعني انا مثلا هنا مش بعمل تصميم، انا بوريك الطريقة اللي تقدر تشتغل بيها علشان تطلع شغل محترم يعتمد عليه في اللي جاي. طيب بدأت تمسح كده احنا خلينا الشكل بتاع التكست ورا الايه؟ الكوره او شكل الكوره دي. عايزين اللينس فلير دي تبان. لو جينا عملنا هنا كده وتحت هنا برضو اللينس فلير دي تبان. تعالى كده ندوس كنترول زيرو كده احنا رجعنا التكست ورا بكل بساطة. نبدأ نظبط الحتت دي كده ونظبطها بالشكل ده. طيب تعالى كده نشوف قبل وبعد، كده قبل وكده بعد زي ما انت شايف كده. تعالى بقى نشوف الصورة اللي قدامنا دي وعايزين نضيف ليها تكست يبان انه شكله جميل ورايق، وهو بالمناسبة واخد ترند كويس جدا الفترة دي. طيب لو انت شفت الشخص ده كده او المهرج ده، هنلاقينا مثلا اول حاجة نبدأ بيها علشان نظبطه صح ونعمل تكست صح لازم نقصه. طيب هنيجي كده بأداة السليكشن تول ونحدده كده بالشكل ده. بعد كده هنيجي هنا ونعمل ماسك. كده بقى فاضل لنا ان احنا ازاي نكتب تكست. طيب هندوس حرف التي من الكيبورد، بعد كده نضغط في اي مكان احنا عايزينه، بعد كده دوس انتر وليكن مثلا الكلمة دي او اي حاجة مش هتفرق كتير. بعد كده اجي هنا وابدأ اظبط المقاس بتاعي زي ما انا عايز. انا مثلا عايزها تبقى بالحجم ده. ابدا انزل تحت كده بالشكل ده في المكان اللي انا عايز فيه التكست عشان اعرف اظبطه. اجي هنا وادوس كنترول تي على التكست بتاعي. لو جيت لاحظت فوق هنا هتلاقي السويتش اللي قدامك ده، لو ضغطت عليه هيظهر لك هنا في الوورب بتاعك اشكال كتيرة جدا تقدر تدوس عليها وتعمل التكست بتاعك بالشكل اللي انت عايزه. اي شكل من طول انت حابب انك تضيفه في الديزاين بتاعك ضيفه وما يهمكش. هتيجي هنا وتضغط على اخر واحدة واللي هي السلندر واللي هو الشكل الاسطواني، هنجيبها كده بالشكل ده. تعالى كده بقى نظبطها. هنا لو ضغطت على العلامة دي انت كده بتوسع السلندر بتاعك او مسافة بتاعت الاسطوانة بتاعتك. انا هجيبها هنا في النص بالشكل ده. بعد كده ممكن انزلها تحت سنة صغيرة كده. بعد كده ادوس انتر. بعد كده ادوس تاني كنترول جي عشان اكرر نفس اللير مرتين. بعد كده اطلعها فوق كده سنة صغيرة. بعد كده ادوس كنترول تي. بعد كده ادوس كليك يمين واخليها فليب فيرتيكال. بص كده اللي حصل معايا اتقلبت بقت الناحية التانية. يعني لو جيت طلعت بفوق دي كده بص كده احنا عملنا من الكلمتين شكل اسطواني. ابدأ بقى اظبطها على قد ما اقدر وزي ما انا عايز. بعد كده ادوس انتر.
هنزل بقى اللاير اللي هو اللي ورا ده، هنزله تحت الشخص اللي انا عامل له ماسك. طبعا نظهر اللينك بتاع اللاير ده زي ما احنا شايفين كده. وبكده احنا عملنا الشكل الدائري او الاسطواني اللي هو ترند. بعد كده احدد بقى وابدا اظبطها، مثلا عايزها تبقى بميلان شويه كده. بص كده معايا الشكل بتاع الكلمه عامل ازاي. طبعا تبقى انت بقى واصل لليفل محترم قوي. لو جينا ضفنا شادو هنا، هنيجي هنا نعمل لاير ونحطه على التكست بالشكل ده، وندوس حرف البي عشان نجيب الفرشة، وزي ما احنا واقفين على الاسود ونبدأ نعمل حاجات كده شادو خفيف بالشكل ده كده. وممكن نيجي من هنا ونقلل الاوباستي بتاعك كده. كده انت بقى معاك الشكل اللي هو الاسطواني، وعلى حسب بقى انت عايز توجهه يمين ولا شمال ولا في النص، تظبط بيه بقى الشغل بتاعك. وده كده كانت اهم الحاجات اللي لازم تعرفها في التكست، سواء شفنا الحجم او اشكال كتير، وهو ليه اشكال كتيرة جدا جدا، بس دي اهم المهارات اللي لازم تعرفها، واللي هو انك تعرف تحدد انت عايز ايه في الصورة وتبدأ تمشي عليه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هسيب لكم لينكات الصور دي تحت في الديسكريبشن. وبس كده ومفيش بعد كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الجديد. والسلام عليكم.